هذه اروع وصفه شوفلور مقلي، من برا مقرمش ومن داخل ما شربش الزيت. ما نطولش عليكم، جيمو ابوني وهيا نشوفوا الوصفه. اولا نروحوا نقوا الشوفلور ونقطعوه دي بوكي ونطيبوه في الماء، ماء وملح فقط. راح نخليكم تشوفوا لا فيديو، راهو كل شيء واضح. من بعد ما طابلنا الشوفلور نجيبو ان ريسيبيون نحطو فيه كاس دقيق ابيض اللي هو الفارينه، زايد ملعقه توم مرحيه، زايد بيضه، ملعقه كبيره معدنوس مقطع، ملح، وملعقه صغيره خميره الحلويات، ملعقه كمون، ملعقه راس الحانوت، انا ما حطيتش فلفل اسود لانه ما عنديش، زيدوا حطوا فلفل اسود، وملعقه كبيره نشا دقيق اللي هي دقيق الذره، زايد كأس ماء، نفس الكأس اللي كيلنا به الدقيق نكيلو به الماء. نزيدو نجيبو ان اوتر ريسيبيون ونحطو كأس دقيق، زايد ملح، ملعقه صغيره خميره الحلويات، وملعقه كبيره نشا. نحطو نفس التوابل اللي حطيناهم في الاول، انا حطيت راس الحانوت وكمون. نجيبو الشوفلور اللي كنا طيبناه من قبل، نمرغوه في الخليط السائل ونزيدو نمرغوه في الخليط الجاف. نكملوا الكميه كامله بهذه الطريقه. من بعد ما نكملوا الكميه كامله نسخنوا الزيت ونبداو نطيبوا فيه على درجه حراره متوسطه. من بعد ما طاب جا يهبل مقرمش من برا ومن داخل ما شربش الزيت وبنين. قدمته كما قاعدين تشوفوا مع اون سالاد دي فريت، وحطيت كيتشوب ومايونيز. قدموه كيما تحبوا. وهذه حابه نقسمها لكم تشوفوها من الداخل كيفاه جايه. واللي مازالت مش مشتركه تشترك وتفعل الجرس، هكا اي فيديو جديد نحطه في القناه يوصلكم في وقته. وما تنساوش ديروا حفظ لهذا لا فيديو لانكم راح نصيبوه في رمضان ان شاء الله. وما تنساوش جيم لا فيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.